يعطيكم العافية. اليوم بدنا نعمل كوسة محشي كوسة. هون عندي أول شي عندي هون تقريبا كيلو ونص من الكوسة، حفرتهم أكيد وتنضفوا كتير منيح. هون عندي كوب من الرز، أكيد فيكم تحطوا قد ما بدكم. وعندي لحمة مفرومة، هيدي اللحمة المفرومة رح ضيفها فوقه للكوسة. الكوسة طيب بتكون شوي دسمة، كرمال هيك اللحمة بجيبها مدهنة شوي. يعني بتقولوا للحام بدنا اياها لحمه زور اسمها مفرومه، او بتقولوا له بدنا اياها مسيفه، كمان نفس المعنى، يعني معناتها فيها دهن. هلا بدي اضيف لها الاضافات، رح احط لها الملح على التقدير، رح احط النعناع اليابس، وهلا رح احط شوي من السبع بهارات، نضيف لها العقدة الصفراء او الكركم، اكيد فوائده معروفة. وهون اللي هو الكمون، ما تستغنوا عنه، كتير طيبة بتطلع. بدي اخلطهم، بس قبل بدي احط بعد الثوم. عندي 3 حبات من الثوم، رح اهرسهم فوقهم. الثوم بيعطيها طعم كتير لذيذ، ما تستغنوا عنه كمان. رح اهرسهم هيك فوقهم، يعني 3 4 حبات 5 حبات قد ما انتم بدكم، بتعطي طعم كتير لذيذ. هيدي كل الخلطة اللي بدنا نحطها. وطبعا بدي ارجع اخلطهم كتير منيح قبل ما ابلش احشي الكوسيات. هيدي الكمية تكفي، ما بدنا اكتر. وهلا بدي اخلطهم. اكيد انا ما حطيت ولا زيت ولا سمنة، لانه اللحمة مدهنة ما بحاجة، يعني خليها على طبيعتها. هيك خلطتي صارت جاهزة مثل ما شايفين. هلا بدي بلش انا احشي الكوسيات. طبعا الكوسة بنحشيه بس 3/4 لانه الرز بينفش، وهيدي كتير انتبهوا لها. الكوسة كتير طريقته سهلة وطبخه بسيط. هيك حشيتها 3/4 مثل ما شايفين، ما بنمليها ابدا كرمال ما يتفزر عنا الكوسة. رح اعمل وحدة تانية وارجع كملهم وبرجع لكم. هيدي الاكلة مفضلة عند اغلب العيال واغلب الاولاد، كتير بحبوا الكوسة. يعني قد ما طبخنا اشياء بس عندهم الكوسة مميزة سبحان الله. هيك صارت جاهزة، لكن انا حكمل بقية الكوسيات وبنرجع. مثل ما شايفين هاي كمية الكوسة صاروا جاهزين ونحشوا كتير منيح. هلا بدي اضيف لهم المي انا فوقهم، وبدي احط صلصة وملح. وهلا بهيدي المي قبل ما احطها بدي احط لها صلصة البندورة وبدوبها على جنب، بحطها فوقهم وهلا بتذوب. رح اضيف انا بعد صلصة بندورة، رح احط ملعقة كبيرة لانه طيبة فيهم الصلصة تكون معقدة منيح. رح اضيفها وبحط لهم مي. هيدا اللي خلص المرطبين اكيد بنغسله بالمي وبنحطه قبل ما، لكن قبل ما نرميه دايما بنغسل مرطبين الصلصة. هاي الصلصة صارت عندي، الصلصة عندي صارت هون موجودة بالمي. رح احطهم كمان فوقهم وارجع بعد ضيف مي. وهلا اجى الوقت صار فينا نحطهم على نار قوية. بنحطهم على نار قوية وبنترك لها تغلي. بس بهالوقت هيدا انا رح ضيف الملح، رح احط لهم انا ملعقة صغيرة من الملح. اكيد بنرجع بندوق ملحهم وبنظبطهم. ورح اضيف لهم بعد هيدا السمن البلدي اللي عملناه، بيعطي طعم كتير لذيذ. رح احط له تقريبا نص ملعقة كبيرة او ملعقة صغيرة. يعني نحن ما حطينا زيوت، ما حطينا شيء،
بس هاي تقريبا بتطلع نص ملعقه كبيره او ملعقه صغيره، بنضيفها فوقهم. هيك كل شيء صار عندي جاهز، لكن رح نتقل الكوسه نتركهم ليستووا كتير منيح. بنحط لهم هيك، واذا ما عندكم هاي فيكم تحطوا صحن، فيكم تحطوا جرن الثوم، اي شيء عندكم ثقيل، مرتبين، تحطوا شيء تقلوا وتغطوها تضغطوها. هلا بانتظار لكن تغلي ويستوي الكوسه. هيك الكوسه على النار، هلا بانتظار ليستووا راح شيلهم حطهم على غاز عادي وبنرجع بنشوفهم بس يستووا. بهالوقت انا رح حطيت هون بصل، وحطيت تقريبا فنجان قهوه من زيت الزيتون. عندي هون لب الكوسه لما نقرتهم شلتهم تغسلوا وتصفوا وحطيتهم بالبراد. هلا رح اقليهم ورح تشوفوا ملا اكله. هيدي اكله تراثيه ورهيبه قد ما طيبه. خليكم لتشوفوا شو حنعمل. هلا بالاول بدي اقلي البصل. اكيد البصل عندي كان مفرز بالفريزر، فينا نحطهم بعلب بالفريزر ما بصير لهم شيء. واذا هيك اجى على بالكم تعملوا اكله بتطلعوا كل شيء بيكون حاضر. مثل ما شايفين هلا البصله عندي احمرت، قليناها بهالطريقه ليكو هاللون اللي اخذتها. هيدا اللون اللي بدنا اياه. هلا فوقهم رح احط لب الكوسه وبلش اقلب. هيدي الاكله فخامه، جربوها جربوها بطريقتي وشوفوا شو لذيذه. هلا رح احطها على نار كثير خفيفه وقلب فيها، بروح وبجي وبقلب فيها وهي رح تطلع مي. لكن بنشوفكم بس تبلش تستوي. وهلا بنطل عليهم، شايفين المي بلشت تطلع ميتهم، وليكوا لونهم كيف غمق، بلشوا عم يستووا. هلا رح ضيف شوي من الملح، رح احط الملح، حط النعنع، شوي من السبع بهارات، حطيت شوي من السبع بهارات. وهلا بنضيف لهم البهار الاسود، شوي كمان من البهار الاسود، برجع بغطيهم. هلا رح ضيف لهم الثوم المدقوق، كتروا ثوم لانه بتعطيها طعم غير شكل. هاي كتير طيب فيها الثوم. وهلا بدنا نضيف الحامض، يعني بسيطة كتير بس هيدي أكلة كتير مميزة. اللي ما بيعرفها أكيد راحت عليه. بنحط الحامض المعصور تقريبا حامضة ونص، يعني على التقدير انتوا بتحمضوا قد ما بدكم. وهلا آخر شي بدي أحط لها هو دبس الرمان. وهلا دبس الرمان بنضيف لها، وهيك صارت جاهزة عنا. لكن بشوفكم بمرحلة التقديم. الكوسة كمان عندي استوى، وهلا كمان بدنا نضيف الحامض. يعني تقريبا حامضتين كبار ليعطوها طعم غير شكل. بندوق الحامض والملح هلا. بسم الله. روعة روعة روعة. لكن هلا بنشوفكم بمرحلة السكب. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة. من كيلو ونص كوسة عملنا هالوصفتين. هلا بدنا ندوق هاي، انا ناطرة لدوق هاي وجربوها ما راح تندموا ابدا. يعني هاي اكتر من شهية. واكيد الكوسة الكل بيعرف طعمته. بسم الله. هيدي اهم من هول، صدقوني بتجنن.
وهيدي الكوسة مستوية كتير منيح، اكيد بدها صوص شوي ومندوقة. بسم الله. شو بخبركن، شو بقلكن؟ بقلكن جربون، جربوا هاي مثل ما عملتها وجربوا هاي مثل ما عملتها. هاي رح تصيروا تجيبوا كوسة تطبخوا كوسة كرمال توصلوا لهالمرحلة. ما تنسوني سبسكرايب لايك وشير، شيروا الفيديوهات قد ما فيكم لتعمل فايدة. سورشاس كيتشن صحتين.